مساء الفل عليكم، واخيرا شفت النهارده فيلم A Complete Unknown، وبكده نكون قفلنا كل افلام 2024. وان شاء الله من اول الفيديو الجاي هبدأ اغطي معاكم مسلسلات رمضان، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. الفيلم بيحكي عن السيرة الذاتية لبوب ديلن، وحقيقي على مستوى الأحداث والسيرة الذاتية عجبني جدا الفيلم، وهي مش نمطية، بالعكس هو بيقدم لنا تشكيلة مشاهد من حياته وأحداث مهمة. لكن يمكن مشكلتي مع الفيلم هو إن النص التاني أقل من الأول بسبب الريتم، وإن الفيلم مدته أطول من اللازم، وعشان كده كنت مبسوط جدا في النص الأول أكتر. أما بالنسبة لتيموثي شالامي فهو مقدم واحد من أعظم أدواره، والواد بيثبت إنه افضل ممثل في جيله، وحتى على المستوى الغنائي كان ممتاز، ولو كسب الاوسكار هبقى مبسوط جدا. برضو الاداءات التمثيليه المساعده زي ادوارد نورتن ومونيكا باربرو وايلا فينينج كانوا جيدين جدا. على مستوى الاخراج لجيمس مان جولد كان رائع في التصوير والكادرات والاهتمام بتفاصيل الحقبه الزمنيه من ازياء واكسسوارات والبرودكشن ديزاين، وكمان المونتاج اكتر من رائع. تقييم النهائي 8 من 10.